أهلا وسهلا بكم في قناتكم مصر للدعاية والإعلان، والنهاردة مع درس جديد من سلسلة علم الإليستريتور. في الدرس اللي فات اتعرفنا على الريكتانجل تول وإزاي نرسم مستطيل ونعدل في الأشكال ونعدل في إعداداته من خلال الكنترول بانر ونعدل في إعدادات الستروك، وتعرفنا بشكل سريع على القوائم. النهاردة هنبدأ بأداة البين تول وطريقة استخدامها. نبدأ بعد الانترو. أداة البين تول تعتبر من الأدوات الأساسية في الرسم، وبنلاقيها كتير متكررة في كل برامج أدوب، يعني موجودة في الفوتوشوب وموجودة في الانزاين. اللي تابع معانا سلسلة الفوتوشوب احنا شرحناها في الفوتوشوب، ولو ما شفتهاش هيظهر لك اللينك فوق. دلوقتي معانا في أداة البين تول برنامج الإليستريتور، برنامج فيكتور يعني معتمد على الرسم، ويعتبر البين تول من الأدوات الأساسية للرسم. والنهاردة هنتعرف عليها بكل تفاصيلها وازاي نبدأ نرسم باستخدام الأداة. وفي نقطة أساسية لازم نتعرف عليها قبل ما نبدأ بالرسم بأداة البين تول. البين تول بتوفر لنا نوعين من أنواع الرسم، يا إما هنرسم خطوط مستقيمة اللي هو الستريت لاين، يا إما كيرفد لاين خطوط منحنية. في كلتا الحالتين، في الحالة الأولى في الستريت لاين الأنكور بوينت بيبقى كورنر أنكور بوينت، إن هي نقطة حادة بينكسر الزاوية عليها. ودي اتعرفنا طريقة التعديل واستخدامها في الدرس اللي فات مع الأشكال، ولو ما شفتش الدرس هيظهر لك اللينك في أعلى الشاشة. الكيرفد لاين بيستخدم سموث أنكور بوينت، نقط ناعمة، ودي هنشوفها في الرسم طريقة التعامل معاها. عشان نوصل لأداة البين تول بنضغط على حرف البي في الكيبورد أو بنختارها من الأدوات مباشرة من على الجنب الشمال وبنضغط عليها. علشان أرسم خط مستقيم بأداة البين تول وأنا محدد عليها، بضغط نقطة واسحب اشوف الاتجاه اللي انا محتاج اوصل له او الخط اللي انا هرسمه. لو ضغطت على الشيفت وانا شغال هيظهر معايا الخط مستقيم بالشكل ده. طيب لو ضغطت كده من غير ما اضغط على شيفت مش همشي في اتجاه مستقيم، احدد الاتجاه اللي انا شغال عليه وهرسم الخط ده اللي اسمه ستريت لاين. طيب لو انا دلوقتي محتاج ارسم خط منحني هرسمه ازاي؟ اول ما بستخدم اداة البين تول هضغط بالماوس كليك شمال بالماوس واسحب، بيظهر معايا هندل. ديت النقط بتاعة الكيرف بنسميها هندل، نقط المحور. وأول ما هسحب كده بنفس الطريقة وأحرك الماوس من غير ما أشيل إيدي من عليه كده عمل لي الكيرف. طيب لو أنا محتاج أعدل الكيرف أو أعدل اتجاه الزاوية، كان ممكن نجيب دايركت سيلكت تول وأبدأ أعدل في النقطة. أما إحنا شغالين بأداة البين تول، أول ما هضغط على كنترول اتحول معايا لدايركت سيلكت تول، أبدأ أقدر أعدل في النقطة. طيب انا محتاج اعدل في الهاندل اللي موجود معايا. اول ما هضغط على الالت ظهر معايا علامة الانكر بوينت، ابدأ اعدل في الهاندل في الشكل اللي انا محتاجه بنفس الطريقة دي كده. لو انا جيت ضغطت هنا على الالت وانا على النقطة بحذف الانكر بوينت. طيب لو انا محتاج ارسم تاني هتبقى بنفس الطريقة دي كده. طول ما ظهر معايا هاندل هنعرف ان الخط ده كيرف، مش هيبقى خط ستريت. لو انا حبيت اعدل اي نقطة من اللي موجودة من الدايركت سيلكت تول، باجي عند الانكر اللي انا محتاج اعدله وابدا اعدل فيه في مكانه. ودي من المميزات اللي بتميز برنامج الستريتور على البرامج التانية. دلوقتي احنا شفنا ازاي بنرسم الستريت لاين وازاي بنرسم الكيرفد لاين. هنبدا دلوقتي في الكيرفد لاين هنتعرف عليه اكتر واحنا شغالين. انا دلوقتي لو رسمت النقطه دي وعملت الاتجاه كده يبقى اتجاه الكيرف موجود لفوق. طب انا عايز اخلي الكيرف لتحت، هضغط على كنترول. يعني انا عملت بالطريقه دي. طب انا محتاج اغير الكيرف اخليه لتحت، بضغط على الت واقف عند الهاندل من فوق
وغيرته بالطريقة دي، هنلاقي بقى الكيرف موجود لتحت. وهسحب، وممكن اضغط على شيفت واخليه ستريت، واجي بعد كده ممكن اغير شكله واخليه بالطريقة دي. طيب انا محتاج اخلي ديت الانكر بوينت، اخليه ستريت انكر بوينت، كورنر انكر بوينت، مش سموث. لو ضغطت على الت ولغيت الطريقة دي وانا واقف على الانكر بوينت، انا كده خليته كورنر انكر بوينت، ان هي هتبقى زاوية حادة. واول ما اوصل عند نقطة النهاية هلاقي في علامة دايرة ظهرت معايا جنب البين تول، يبقى انا كده قفلت الباس او المسار اللي انا شغال عليه بنفس الطريقة دي كده. طبعا في الالستريتور احنا بنستخدم البين تول في الرسم، بس الاساسيات واحدة ممكن استخدمها في كل برامج ادوبي. بالنسبة للفوتوشوب احنا بنستخدم البين تول في التحديد، وبيساعدنا اكتر واحنا شغالين في التحديد. بعد ما اتعرفنا دلوقتي ازاي نرسم الكيرفد لاين ونتحكم في الهاندل بتاعت الانكر بوينت ونعدل فيها واحنا شغالين، هنتعرف دلوقتي على باقي الادوات اللي موجودة معانا في قائمة البين تول. اول اداة في البين تول هو رسم البين تول، اللي هو اداة البين تول ورسم نقط جديدة ديت لاضافة انكر بوينت او نقطة محورية نشتغل عليها، والاداة اللي بعد كده لحذف انكر بوينت، وديت زي ما شفنا الكونفرت انكر بوينت هنشوفها واحنا شغالين دلوقتي. يعني لو انا رسمت مثلا شكل دايرة بنفس الطريقة دي كده، وجبت أداة البين تول، أول ما هقف على الأنكر بوينت اللي موجودة اتحول لعلامة ناقص ديليت أنكر بوينت، إن أنا أول ما أضغط عليها بدأ يحذفها. طيب لو أنا حبيت أغير الهاندل، أول ما هضغط على الألت ظهرت معايا بالطريقة دي، اتحول لكونفيرت أنكر بوينت. يعني لو احنا شغالين هنجيب أداة البين تول، إن احنا مثلا لو بنرسم رسمنا بالشكل ده كده أي شكل عشوائي، لو حبيت أزود نقط هنلاحظ إن أنا أول ما بقف على الباس اللي موجود، مش على انكر بوينت، على الباس اللي موجود اتحول لعلامة زائد، ان انا اقدر ازود انكر بوينت في المكان ده. طيب لو انا حبيت احذفه، لو وقفت عليه هيتحول ناقص واقدر احذفه. طيب لو اخترت انكر بوينت تول اللي هو اختصارها شيفت وسي، وجيت هنا حولها لي لسموث انكر بوينت، وهنا حولها لكورنر انكر بوينت. على حسب الانكر بوينت الاداة بتشتغل، يعني بنفس الشكل ده كده وضعها. وطبعا ده هيبان معانا بالتدريب والتطبيق العملي، وده اللي انا هقدمه لكم النهارده في الدرس النهارده، تطبيقات عملي على استخدام اداة البين تول. وهسيب لكم لينك البيهانس الخاص بصاحب الشغل، ممكن تنزل الصور دي من عليها وتجرب فيها. يعني هنفتح اول تطبيق معانا، ده اول تطبيق معانا لاستخدام اداة البين تول، ان احنا هنرسم الستريت لاين وهنشوف الشكل النهائي يطلع معانا ايه. العلامات بتوضح لنا اتجاه المسار اللي هنشتغل عليه، وطبعا هنستخدم الشيفت لان دي خطوط مستقيمة. هنجيب أداة البين تول، هنقفل الخلفية كنترول و2، وهنجيب أداة البين تول وهنبدأ كده. طول ما أنا ضغط على شيفت
التحرك من مسار مستقيم. شو لو ما ضغطنا على شيفت ما بقتش مظبوطة، لا بشيل ايدي من على الشيفت واجي هنا عند رقم 4 وممكن اديله اللون الاحمر. يبقى زي ما احنا ما شفنا كده لما ضغطنا على شيفت في النقط المستقيمة عمل معانا المنظر ده. هننتقل بعد كده التدريب اللي بعده اللي هو في رسم النجمة بالبين تول، وهضغط على شيفت. لو ضغطت على شيفت الاتجاه اتغير، لا بشيل ايدي من على شيفت من بداية نقطة 2 بضغط على شيفت لان ده خط مستقيم، وبرجع اشيل ايدي من على الشيفت. طبعا لو شفنا المنظر ده وانا شغال في التحديد اتأكد ان الستروك اسود والفيل نون، مفيش فيل، عشان اتأكد ان التحديد صح وانا شغال. بعد كده هضغط هنا، قلنا في الخط المستقيم بضغط شيفت. هننتقل بعد كده للشكل اللي بعده زي ما احنا ما شايفين. في الخطوط المستقيمة بضغط شيفت. طبعا ده مش خط مستقيم. ممكن اخلي الفيل باللون الاصفر. وخلي مثلا السلوك باللون الاحمر بنفس الطريقة دي كده. ممكن اغير شكل السلوك. في التطبيق ده اتعرفنا ازاي نرسم الستريت لاين، وامتى بنضغط على الشيفت واحنا شغالين، وامتى بنشيل ايدينا من على الشيفت واحنا شغالين. هنجيب التطبيق اللي بعده وهنشوف. ده تطبيق للخطوط المنحنية، وهنشوف ازاي هنشتغل عليها. اول ما هنبدأ هجيب اداة البين تول. اول ما هضغط مش هشيل ايدي من على الماوس، وهمشي مع الاتجاه كده واضغط على شيفت واقف عند رقم 2، وهنزل كده عند رقم 2 واضغط على شيفت وهقف على الهاندل بالطريقة دي. واول ما هاجي هنا واضغط على شيفت واسحب، واضغط على شيفت كده واسحب. زي ما شفنا ان احنا لما بنيجي نعمل كيرفت بنضغط ضغطة واحدة بالماوس ونسحب لاتجاه الانكر. انا محتاج النقطة الاتجاه الكيرف هيبقى موجود فين. طبعا هنمشي على علامات الاسترشادية اللي موجودة معانا في الدرس عشان نقدر نوصل للشكل. هننتقل بعد كده للشكل اللي بعده. هتأكد ان الفيل نون والستروك اسود. وهبدأ زي ما هنشوف دلوقتي. زي ما احنا ما شفنا رسمنا. طبعا في الدروس اللي جاية هنتعرف ازاي ننفذ نفس شكل الدوائر بالطريقة دي من غير ما نكرر الرسم. يعني هنرسم دايرة واحدة ونكرر عليها الباقي. هنزود الصعوبة شوية وهنبدأ نشتغل ازاي نرسم ستريت وكيرفد مع بعض، يعني حاجة زي بتاع باتمان. طبعا انا هقوم برسمها وهنسرع الفيديو عشان وقت الفيديو. احنا كده رسمنا الشكل. طيب لو انا محتاج هروح قايم عامل كليك يمين عليه واضغط على ترانسفورم، وده هنشرحه بالتفصيل في الدروس اللي جاية. وهضغط على ريفلكت، هتأكد ان انا واقف على الباس ككل.
ترانسفورم، ريفلكت، وهقول له كوبي. ممكن احدد على الاتنين واعمل له ستروك جراي مثلا، زي ما احنا ما شفنا كده ازاي رسمنا الشكل ده بكل بساطة. وهنلاقي الأداة لذيذة وسهلة وأقدر أتحكم بيها. في التطبيق التالت ده هنتعرف دلوقتي ازاي أقدر أعدل على شكل الهاند اللي أنا شغال عليه عشان أجيب شكل معين أنا شغال فيه. هنبدأ وهسرع عن الفيديو وهنشوف الخطوات. زي ما احنا شايفين هضغط هنا وبعد كده اضغط على شيفت، هطلع بالطريقة دي على النقطة رقم 3 وهسحب لفوق، وبعد ما هسحب هضغط على الألت وهنزل النقطة رقم 3 لتحت بالشكل ده. وهنيجي هنا عند النقطة رقم 7 هتأكد الأول إن الفيل نون والستروك أسود. هنيجي هنا عند النقطة رقم 8 هنسحبها ل9 ونقف، هضغط على الألت وأعكسها، هاجي عند النقطة اللي بعد كده. بعد كده هنيجي هنا عند النقطة رقم 13 ونقف، وارجع اعكسها مرة تانية عشان اجيب الكيرف بالشكل ده. وهنزل عند النقطة اللي بعدها، هنمشي مع النقط وهرجع اعكسها، بضغط على الألت واعكس الهاندل وهاجي كده. وبكده يبقى احنا خلصنا الباس اللي احنا شغالين عليه. هحدده ككل واضغط كليك يمين، بعد كده اختار ترانسفورم واضغط على ريفلكت واقول له كوبي، واحدد على الاتنين مع بعض وهضغط جوين وهو شكل واحد. يبقى كده عرفنا ازاي اقدر اتحكم في الهاندل واعدل في اتجاهها في الانكر بوينت واحنا بنستخدم اداة البين تول. طبعا هسيبكم تطبقهم على الشكل اللي بعد كده، الشكل اللي تحت، وهنتظر تطبيقاتكم على جروب القناة مصدر دائرة الاعلان، وهسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف، ولينك الصور هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف، اكونت صاحب الصور. وهسيب لكم لينك الموقع ده في صندوق الوصف. لعبة موجودة على الانترنت على الموقع ده للتدريب على أداة البين تول، وممكن تجرب عليها وتطبق فيها عشان تزود مهاراتك في استخدام البين تول. وبكده يبقى خلصنا درس النهاردة، وإن شاء الله في الدرس الجاي هنبدأ نتعرف على أداة التايب تول وطريقة استخدامها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.